نجيو باقتراحات كقوه اقتراحيه واخا حنا داخل الحكومه، ولكن من الضروري كذلك اننا نطرحوا بدائل، نضرعوا اقتراحات باش اننا نواكبوا العمل الحكومي في هذا المجال. وهنا يمكن نقول لكم كذلك ان الحكومه الحمد لله عندها واحد التصور اللي تنطلق من البرامج الانتخابيه ديال الاحزاب المكونه ديال الاغلبيه، وركزنا على واحد الامر اللي هو اساسي، وهو ان يكون هنالك قانون خاص للتعمير في العالم القروي. ما يمكنش اننا نطبقوا على العالم القروي اللي كيطبق على الصعيد ديال المدن. واليوم يمكن نقول لكم بان السيده الوزيره ديال السكنه والتعمير فهي تشتغل على هذا المشروع القانون، وحنا من خلال المجهود اللي بذل الاخ نور الدين مديان والاخوه الفريق البرلماني غنقدموا التوصيات ديالنا نرفعوها للحكومه باش ان شاء الله يتم ادراجها في هذا المشروع القانون، زياده على المرونه اللي دارت. اليوم يمكن نقول لكم بان تقدمات واحد 54,000 طلب ديال الترخيص باش يدار البناء، 75% تمت المصادقه عليها والقبول ديالها. اذا كاين واحد المرونه تعطات الحكومه، عطات الدوريه في هذا الاطار والسيده الوزيره في هذا المجال باش نسهلوا الامر على ما ان شاء الله يخرج القانون الجديد. اذا هذا باش نقولوا بان الاهتمام بالعالم القروي فهو حاضر بقوه لا بالنسبه للحكومه، انطلاقا من كون ان حزب الاستقلال كمكون اساسي ديال الحكومه مع الشركاء ديالو في الاغلبيه، فهما معلوم درجنا العديد من الاقتراحات اللي كانت عندنا في البرنامج الحكومي اللي كانت في البرنامج الانتخابي ديالنا دخلناها، وبالتالي انطلقنا في العمل باش يمكننا نهضوا ونساعدوا التطور ديال العالم القروي.